بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها سملنا وتلم بها سأسنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيد بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا، والراضين بما قسمته لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ونسألك رحمة ننال بها صرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن ضعف رأينا وقصر عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا سافي الصدور، كما تجيرنا بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم نبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك
ونحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الهبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالأخدود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعزة وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا، ونورا في قبورنا، ونورا في أمساعنا، ونورا في أبصارنا، ونورا في سعرنا، ونورا في بشرنا، ونورا في لحومنا، ونورا في دمائنا، ونورا في عظامنا، ونورا من بين أيدينا، ونورا من خلفنا، ونورا عن أيماننا، ونورا عن شمائلنا، ونورا من فوقنا، ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا واعطنا نور أعظم نور، واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها سملنا وتلم بها سأسنا
وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبين بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والراضين بما قسمته لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ونسألك رحمة ننال بها صرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر عملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا سافي الصدور كما تجيرنا بين البهور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم نبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه وإنا نسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين هربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الهبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالأخدود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعزة وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل
في قبورنا ونورا في أمساعنا ونورا في أبصارنا ونورا في سعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا اللهم زدنا نورا واعطنا نور أعظم نور واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها سملنا وتلم بها سأسنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبين بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والراضين بما قسمته لنا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ونسألك رحمة ننال بها صرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء
والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر عملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا سافي الصدور كما تجيرنا بين البهور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور. اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم نبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه وإنا نسألك إياه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين هربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الهبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالأخدود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من اتصف بالعزة وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أمساعنا ونورا في أبصارنا ونورا في سعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا. اللهم زدنا نورا واعطنا نور أعظم نور واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا في كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها سملنا وتلم بها سأسنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبين بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والراضين بما قسمته لنا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ونسألك رحمة ننال بها صرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا وإن ضعف رأينا وقصر عملنا وافتقرنا إلى رحمتك فنسألك يا قاضي الأمور ويا سافي الصدور كما تجيرنا بين البهور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور اللهم وما ضعف عنه رأينا وقصر عنه عملنا ولم نبلغه نيتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإنا راغبون إليك فيه وإنا نسألك إياه يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين
التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الهبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالأخدود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد سبحان من اتصف بالعزة وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا ونورا في أمساعنا ونورا في أبصارنا ونورا في سعرنا ونورا في بشرنا ونورا في لحومنا ونورا في دمائنا ونورا في عظامنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا اللهم زدنا نورا واعطنا نور أعظم نور واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم